ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله المؤتي إلينا فرصة طويلة لطلب العلم الدين الإسلامية، والصلاة والسلام على سيدنا من انشرح من سنة الميلادية بغير الهجرية حتى السنة الميلادية بالهجرية، وعلى آله وصحبه أجمعين المشهورين بالتقوى والقناعة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، الاحترام والمحترم إلى مؤلفين اللغة العربية وإلى لجنة التحكيم المحترمة الكرامة، وبالخصوص إلى أعضاء اللغة العربية من المرحلة الأولى حتى المرحلة الرابعة. إخواني وأحبائي في الله، إذا نريد أن نشير الدين الإسلامي فكان ألف المسألة يلزم علينا أن نجاوزه لسلك المقصود في أنفسنا والاختصار المسألة عند انتشار علم الله ودين الإسلامية. اسمحوا لي في هذه الفرصة السعيدة أن أبلغكم عن الخطبة العربية تحت الموضوع تحمس في انتشار علم الله. إخواني وأحبائي في الله، هذا المعهد المحبوب دار الهدى المكرم لطلب علم الله. إذا وجدنا العلم فعلينا أن نشرح إلى كل الجاهل والفاسق والانتشار علم الله كثر المدد والعائق أن نجاوده، وليس ذلك في خارج معهدنا لكن ذلك في داخله. أحد من ذلك نحرب مع الجو الحار عند القيام الجماعة، ومع انتظار في التمر عند شراء المكرونة، ومع انتظار في التمر أيضا عند استهمام في البئر وفي النار. يا أيها الحاضرون والمستمعون والمتفكرون، لا تفكروا هذه المسألة مسألة صعوبة. انظر إلى خارج من هذا الأوطان كالوطن الفلسطيني. هل عرفتم من قصة فلسطين؟ عرفتم جميعا؟ سأقص لكم جميعا الآن، اسمعوا بالجيد. كان الجند الإسرائيلي هجم سكان الفلسطين في شهر رمضان التساوي في 26 من ليلة رمضان، وألقوا قنبلة كثيرا كبيرة عليه، لكنهم يصبروا على مقاومته وعلى قساوته لعل الله ينقي هذا الوطن من الكافرين واليهود والمنافقين. ولذلك كان مددنا والعائقون فلا مقارنة لمقارنة بيننا وبينهم في تدبير علم الله والانتشاره. ويدل على ذلك قوله تعالى سورة النحل آيات 46. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمر إلينا أن نسأل إلى كل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، لكن ذلك الكيفية غير سهولة، نحتاج إلى فرصة طويلة بالجد والمواظبة، كما قال الشيخ الإمام شديد بن الشراجل الشافعي: الجد يدني كل أمر شاء، الجد يفتح كل باب مغلق، إذا جددنا ووجدنا فعلينا أن نشر علومنا من الله تعالى إلى كل من أخبرت لكم حنيفا، إلى كل الجاهلين والفاسقين. إخواني وأحبائي في الله، والحسن كانت مسألة إن انتشار علم الله لا تفكرها، فكروا رضا الله والجنة عند يوم القيامة. تحمسوا في انتشار علم الله، تحمسوا في انتشار علم الله، وتحمسوا في انتشار علم الله. ربما اكتفيت بهذه الخطبة، فالخطأ مني والصواب من عند الله. أقول قولي أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.